السلام عليكم هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم عامل ايه؟ بُص يا هندسة السؤال اللي جالنا إن إيه المهارة اللي السوق محتاجها ومش بناخدها في الكلية؟ بص يا كريم، في البداية بس في طلبة كتيرة بيبقى عندها فكرة إن فعلا اللي بندرسه في الجامعة ما بنحتاجوش في الشغل، أو هو مختلف تماما على مجال الشغل، وفي جاب كبير بين الاتنين ومش عارف الكلام ده كله غلط. في أكيد في اختلاف ما بين الدراسة النظرية والمجال العملي، لكن مين اللي قال إن الطالب وهو في الجامعة بيقعد يدرس 4 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين، وفي الآخر بيطلع في مجال العمل اللي هو ملوش علاقة بالجامعة؟ الكلام ده مش صح. كويس. لكن ده ما يمنعش إنك لازم يبقى في حاجات بسيطة تزودها على المجال الجامعي وهتفيدك في المجال العملي. يعني من الآخر تستغل وقتك تماما، إذا كان في الدراسة أو إذا كان في الأجازة أو إذا كان جنب الدراسة، إنك تستغل كل الأوقات بتاعتك، لأن أنت وظيفتك الحالية اسمك طالب، بيتكتب في البطاقة الشخصية طالب. فأنت طالب علم، فبتاخد كل حاجة موجودة عندك في الجامعة، بتاخد كل حاجة من الدكاترة، كل حاجة من المعيدين، بتاخد كل حاجة من زمايلك اللي أكبر منك أكتر منك، الناس الخبرة. لو عرفت تروح تنزل تدريب تاخد كورسات، أي حاجة بالنسبة لك هتبقى حاجة في غاية الأهمية. من وجهة نظري، انت ايه هي اهم حاجة طبعا تركز عليها وانت بجانب الجامعة؟ طبعا رقم واحد انك تحسن من اللغة بتاعتك. احنا دلوقتي اللغة الدارجة حاليا هي اللغة الانجليزية. في بعض الاماكن بتحتاج اللغة الألمانية، في بعضها بيحتاج اللغة الفرنسية، بعضها بيحتاج اللغة الصينية واليابانية، حاليا مطلوبين. لكن هنركز على اللغة اللي في مجال شغلك اللي انت هتحتاجها. في ناس اصلا مجال شغلها لغات وترجمة او ألسن، او في ناس اصلا مجال شغلها دراسات افريقية او دراسات اجنبية او دراسات اوروبية، او ايا كان اللغة بتاعتك. فانت محتاج تطور نفسك كويس جدا في اللغة اللي انت محتاجها دي، موجود فيها كورسات. انا في الاول كطالب انا مش عايز، يعني بص يا شباب، احنا كلنا كنا طلاب وما زلنا طلاب، وفي الجيل اللي قبلنا والجيل اللي معانا والجيل اللي بعدنا. فلو سمحتم ما تحملوش نفسكم فوق طاقتكم، لان الموضوع ده بيبقى فيه ضغط كتير. دلوقتي الاونلاين والاي اي والويب سايتس وكل المجالات واليوتيوب ما خلوش حاجة. فلو سمحتم لما تيجي تحاول، حاول في الاول في الحاجات الفري، الحاجات المجانية، مش هتخسر. انت دلوقتي اليوتيوب موجود مليان كورسات تعليم باللغة الانجليزية، في ويب سايتس موجودة مليانة كورسات انجليزية بالمجان، في ابلكيشنز بتنزل على الموبايل بتعلمك ازاي تتكلم انجليزي. انت ممكن اصلا تتعلم انجليزي بانك تردد او تقرا كتب كتيرة او تسمع حاجات كتيرة بالانجليزي مثلا، يعني في اللغة الانجليزية كذلك ببقية اللغات. فلو سمحت مش اسهل حاجة تيجي رجالي وتقول انا هاخد كورس، الكورس ده هيكلفني في الليفل 1000 جنيه او 2000 جنيه، واروح اخد 12 ليفل، او اروح اخد كويس التويفل او الجي ار اي او ايا كان انواع الكورس اللي ناوي تاخدها، وفي الاخر تلاقي نفسك مكلف نفسك 20,000 30,000 50,000. انا ما برجحش الكلام ده، لسه مش وقت صرف الفلوس دلوقتي طالما في بدايل. لكن لو مفيش بدايل خلاص ساعتها هنبدأ نتكلم على موضوع الفلوس. يبقى اطور نفسي في اللغة، دي حاجة مهمة جدا. طبعا مفيش فصال ان لازم اطور نفسي في ال الكمبيوتر، ده مفيش فصال في الابليكيشنز والسوفت وير والويب سايت والاي اي وكل انواع التكنولوجيا الموجودة دي، ما فيهاش هزار. انت خلاص لازم تربط حياتك كلها دلوقتي بالتكنولوجيا. فده من الحاجة التانية الأساسية جدا اللي لازم تطور نفسك فيها. تيجي بقى في الحاجة التالتة، كل واحد على حسب تخصصه، كل واحد عارف هو بياخد ايه في الجامعة وبياخد ايه في الدراسة. المفروض تكونوا على لينك يا شباب مع الشباب اللي اتخرجوا قبلكم، مع الناس الأكثر خبرة منكم والدكاترة. يعني أنا دايما بنصح النصيحة دي، روح للدكتور اسأله سؤال مباشر: يا دكتور ايه أفضل حاجة أخدها في كورس في الصيف في المواد بتاعتي أو في الماتيريالز اللي أنا درستها في الجامعة؟ أطور نفسي في أنهي مادة، او اطور نفسي في انهي كورس، او اخد كورس ايه يديني هاي ليفلز من اللي انا بدرسه في الجامعه؟ الدكاتره عندهم خبره كبيره جدا، المعيدين اغلبهم بيكونوا عندهم خبره وبيكونوا قريبين من الشباب. طب ايه تاني؟ الناس اللي في الشركات، الناس اللي اشتغلوا قبلكم، الناس اللي اتخرجوا في الدفعات اللي قبلها، يا ريت يكون في لينك النهارده. والجروبات الكتيره والصفحات الكتيره اللي على الفيسبوك واللي على الانستجرام، والجروبات اللي بتتعمل على الجروبس اللي بتتعمل. شفت بقى احنا بنقول نفس المصطلحات بتاعتكم، الجروبات بقى والبomبات والحاجات دي، بنجمع الانجليزي. الجروبز اللي موجودة على الويب سايتس والجروب اللي موجودة على الواتساب والحاجات دي كلها بتربط الدفعات ببعض. يا ريت كل الناس ترتبط ببعض وتبدأ تسأل وتعمل، ومحدش يتكسف في السؤال. وما تنسوش القاعدتين الأساسيين بتوعنا:
استعن بالله سبحانه وتعالى إنك تدعي ربنا إن ربنا ييسّر لك الأمر ويوفّقك يدلّك على الناس اللي تقدر تساعدك كويس جدًا، وفي نفس الوقت لست وحدك، المشكلة دي كل الجيل فيها، والجيل اللي قبلك والجيل اللي بعدك، وإن شاء الله كل اللي بيشوفنا يكون استفاد حاجة مهمة، واستنوني في فقرة بُكرة مع إجابة على سؤال تاني. السلام عليكم.